احنا خرجناش خويا، رانا احنا مع الفريق المغربي رسميا. الجزائر تعلن دعمها للفريق المغربي. منتخب المغرب احترمت جدا جدا جدا، وقبل فترة منتخب الناشئين اتوقع فازوا بكأس العالم. منتخب المغرب في كأس العالم مشرف، منتخب المغرب يوصل مواصيل بعيدة جدا، منتخب مشرف يا جماعة الخير. والله العظيم يعني هذا المنتخب تخسر منه ما في مشكلة، كان نحبكم بزاف 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 خويا. نسلكوا لا شارع تاعي كي بعد تبني ويسبك سد كوكو بيلاكم بعد تبني ويسبك عادي كي قاتو الفار. حنا رانا كروش ما بيناتنا وندابزو كي نتوما كي حنا عادي. ما تجبدليش الماضي سينو نخفك. عادي يا حي. انا اللي قلت خويا ان شاء الله نبأ لك انك تديها ان شاء الله. نبأت لك لا كوب دي موند ديتها صحتك قلت لك 2-0 هذه هي. خيا زي روحك خويا. شو مشى في بالك يعني كي خرجت هذه وهذه بالكوب داراب صحيح فين كوب داراب زاد عندنا اسود الاطلس والكوب عندهم باش تفرح الشعب التونسي والشعب الجزائري والشعب المصري، باش تفرحنا الكل خويا، ويلزمنا احنا نفرحوا خويا وندزوا مع المغاربه، ندزوا مع اسود الاطلس. منتخب المغرب يا برنس كمان 6 شهور عنده مباراه امام البرازيل بتاعت فينيسيوس والبرازيليين الاصليين، ولكن يوم الاثنين اللي جاي باذن الله منتخب المغرب هيلاعب البرازيل من سوق الجمعه. ده منتخب الامارات اللي نصه من البرازيل من سوق الجمعه، وباذن الله المغاربه هيكسبوا البرازيل بتوع سوق الجمعه دولت ان شاء الله. المغرب عنده منتخب المحليين وخد البطوله اكتر من مره وماشي بشكل جيد، وده المنتخب الثاني ومدربه هو الثابت دائما طارق سكتوي صح. طب احنا ما عندناش ليه؟ ما هم عندهم دوري واحنا عندنا دوري، هم عندهم لعيبه واحنا عندنا لعيبه، هم عندهم مدربين واحنا ما عندناش مدربين. نعم ما عندناش مدربين قولا واحدا. قال لك احنا فزنا باسم المغرب مش باسم العرب. ودلوقتي في كاس العرب اللي مشارك فيه المغرب كل الناس بتنعت المغرب او الجزائر او تونس بشمال افريقيا، لدرجه ان هم اتخانقوا مع بعض. المحلل المغربي والمحلل العماني اتخانقوا مع بعض. قال له انتوا بتقولوا علينا شمال افريقيا، وده يقول له انتوا بتقولوا علينا احنا عرب. احنا كلنا هنا عرب، مفيش شمال افريقيا وجنوب افريقيا وتحت افريقيا، احنا كلنا بنلعب في كأس العرب باسم العرب. ودي كانت النتيجه. خلافات وامتى نقول على دول عرب وامتى نقول عليهم شمال افريقيا، كل واحد بقى يتكلم بمزاجه وعلى طريقته. جماعه شكون امبارح تنشحتوا خسرنا مع الامارات وكاع الجيري خسرت، بصح كاين حل واحد اخر ها ورا. والدراري ما كيبقاش فيكم الحل حيت خسرنا مع الامارات. اللي باغي نلعبوا بالمنتخب الثاني ديالنا اللي هو المغرب، وسكون لي داز ما كيهمناش فهمتيني. دابا كيحسب لي خسرنا، ولا كيحنا على جوج ديال المنتخبات، المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، تما ربح معاكم كاع شي 99.99% 100% كاع الجيري سيبورتي في المغرب. هاكا ان شاء الله مربوحه خاوتي. قناص وحاضر، القناص اشرف بن شرقي حاضر غدوه. عباك قلت بعتها الناس اللي ما تعرف اشرف بن شرقي تخصوا الوداد وتخصوا الزمالك وتخصوا الاهلي عليه. كرون جوار القناص اشرف بن شرقي او حاضر غدوه. عبالك هذا واش كنت نستنى، والله هذا واش كنت نستنى. ولا غير يحبوا بعضهم حبيبتي. شوفي غير دركا في لي ماتش كيفاش الجزائر راهي مسانده المغرب وكيفاش المغرب يفرحوا مع الجزائر. ما شفتوش البنات لي فيديو تاع المغرب كي ربحت الجزائر هذه المره؟ والله لا اني نضحك برك والله سا ما فريمون توشي. المغاربه هذا المنتخب تاعنا كاع ماكوش وحدكم، 50 مليون جزيري كاع راهم معاكم ان شاء الله تجيبوها، ورانا خليناها لكم امانه تهلاو فيها. جيبوها كوب داراب حنا ديناها، هذه مرات نتوما تجيبوها، هذه راهي امانه وانا تاكلين عليكم ولا بالنا بري تربحوا ان شاء الله. هذه جيبوها. كوره في الكوره المغاربه مش شايفين حد لا في افريقيا ولا في العرب. في الكوره المغاربه شايفين غير البرازيل، الارجنتين، اسبانيا، فرنسا. مالكو ومال المغرب، مالكو ومال المغرب، شايلينها فوق راسكو زعقين ليه؟ اخي يقول لك احنا عرب، احترم لغبته. باش يوم انت تكلمت شمال افريقيا ما تقولش شمال افريقيا، قول عربي يا صاحبي. انا تطرحني على النار. قول عربي. كل الناس زعلت من وليد الركراكي لما قال لك احنا بنمثل نفسنا وبنمثل المغرب ما بنمثلش العرب في كاس العالم. المهم اللي راهم حاسبين خرجنا من كاس العرب كمريض، مازال انا حاضرين ناظرين، مازال المغاربه رانا معاكم خاوتنا ان شاء الله. المنتخب الثاني هذا هو ان شاء الله يرجعوا لنا حقنا لقوط ويدوها لدوها شي مبروك شي يستاهلوها. المهم امارات لقطوهم الغالب، هاو شنو يديروا. قطعوا لي قلبي البارح، قطعوا لي قلبي، هبلوني من راسي هبلوني. المهم كاع رانا معاكم، كاع التوانسه وغادي يكونوا معاكم ثاني. باهي خاطر نتصور انا كاين المغرب خرجت الله لا يقدر
وقعدت واحده من الجمعيات هذوما من ليكيبات هذوما نصور المغرب دزت، وشفتوها في بارتي تونس وقت خرجت تونس من الكوب داراب شو عملت المغرب، قداش من انسان هبط فيديو، قداش من انسان غاضته، قداش من انسان ضرب على تونس. ولذلك المغاربه خويا يلزمنا نفرحوا لهم اللي هما مازالوا في كاس العرب، وبقدره الاله السميع العليم باش يروحوا بكاس العرب خويا للمغرب ويفرحونا اسود الاطلس. تحياتي ليكم من تونسي. وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده، قلت لكم برنامج المجلس ده معمول عشان يوضح الناس ويبين الناس المريضه، القلوب المريضه بجد فعلا، قلوب مريضه تنعد ده بشمال افريقيا، وده يقولوا انتم مزورين اعمار اللاعبين. ما فهمتش مالكوا ومال المغرب، مالكوا ومال المغرب، شايلينها فوق راسكوا وزعقين ليه؟ علاش عاملين هق للمغرب؟ علاش الضد للمغرب في كل شيء؟ علاش؟ هذه غيره. عندنا 4 منتخبات طبعا ضرب نار، واحدة من افريقيا و3 منتخبات من اسيا. طبعا اللي من افريقيا اللي مشرفانا على طول في جميع البطولات وهو منتخب المغرب. منتخب المغرب يوم الاثنين هيقابل مين؟ هيقابل الامارات. لقد حان الوقت تشجيعنا الى دولة المغرب الشقيق. طبعا احنا بعد ما شجعنا مصر وخرجت وخيبت املنا، وانا حزين جدا بالكلمتين اللي انا بقولهم دول، وحبينا ان احنا نشوف فلسطين تستمر في هذه البطوله العربيه ونفرح ونفرحهم. برضه خرجت، فطبعا هو الدوله او المنتخب الوحيد اللي تستاهل ان هو يوصل للنهائي هو المغرب. ان شاء الله المغرب تاخد البطوله ونلاقيها في النهائي باذن واحد احد، تاخد البطوله وترفع الكاس وتفرحنا وتفرح العرب وتفرح دوله افريقيا كلها. والبلاجيري كاع معكم وقلبوها. في هذا الوقت عرفنا شكون خوتنا تاع الصح، باش تعرف باللي جارك لا يغرك واحد اخر. وهذا المنتخب حاليا رانا نسالو فيه كاع العرب افريقيا كاع تسال فيه، رانا كاع معاكم. نقسم لكم بالله غدوه راح تشوفوا وجه مغاير، غدوه راح تشوف ايكيب تاع بصح، قناص تاع بصح، اشرف بن شرقي او حاضر بكل قوه. عقلك هو جايب رافي شو الفيزيك. غدوه راح الامارات راح يشبعوا ثقله عمي. نتمنى يبدا به عباك دوكا اشتغل في الخبر ديريكت قلت لكم نتمنى يبدا به سكيتيوي ان شاء الله، يتمنى يبدا به. شفتوا واش رجعت لهم حقهم مع سوريا. المهم رانا معاكم المغاربه خاوه في الدم. مزيان ما تلاقيناش في رحبه، مزيان خص تنوض فتنا وتنوض على ماكا. المهم ان شاء الله كوب دافري ثاني ما نتلاقاوش في رحبه، نقعدوا غير كيما كنقعدوا جيران، نقعدوا حباب. هذه هي. المهم مغاربه رانا معاكم، زيروا روحكم، زفطوهم. والله ما يعرفوا يلعبوا الامارات، ما كاش حاجه، ما يعرفوش يلعبوا بالون والو. ربحونا هاك، الاربيت تعاونهم لا غالب. شابين نديروا حنا معنا ما نديروا، درنا اللي علينا. ثالث شيء اردنا ان نوريكم قوه عرب افريقيا. بعثنا لكم المغرب فريق واحد نازل عليكم سولو سكواد، انتم 4 ولا 3 منتخبات من اسيا، راح تنزل عليكم المغرب سولو سكواد وتدبلكم، وراح تاخذها المغرب باذن الله، وترون عرب افريقيا ماذا يفعلون. هذه هي. اذا كان يبدا به غدوه الامارات بريمير ما يطلب 3 عمي. عندنا المغرب والامارات. انا شايف الماتش ده ماتش جامد جدا، ماتش جماهيري، وهينتهي 2-1 للمغرب، والمغرب في النهائي. طب الناحيه الثانيه السعوديه والاردن انا شايف هيخلص 1-0 للسعوديه. 1-0 للسعوديه. يا عم المغاربه اصلا مش باصين لك، المغاربه مش شايفينك، المغرب مش شايفك. انا مش بتكلم على الشعوب كشعب مغربي ولا كشعب عماني ولا كشعب كويتي، انا بتكلم في الكوره. في الكوره المغاربه مش شايفين حد، لا في افريقيا ولا في العرب. في الكوره المغاربه شايفين غير البرازيل، الارجنتين، اسبانيا، فرنسا، مش شايفين حد غير كده وبس. ان النهارده تيجي تقول لي اصل هم شمال افريقيا واحنا عرب، ايه ده؟ انا ما شفتش كاس عرب معموله عشان توحد العرب وتجمعهم. تشوفوا الجزائريين شحال فرحوا للمغاربه، سي لاك تو فوا لي فغي بيرسون. هنا تشوفي الشعب الحقيقي، فهمت؟ سي مام انتوما شويه صامتين المغاربه وحنا ثاني صامتين، يعني في زوج بسم الله ما شاء الله، ما كانش واحد باش يرفد على الاخر، في زوج. مي بصح معليش، مي كي وصلت للصح انا ميته باش يلعبوا. يا قطر يا العزيزه حطي المغرب مع الجزائر. المهم المغاربه ديما المغرب 1 2 3 فيفا الجيري. مغاربه رانا معاكم، المنتخب الثاني هذا هو ليزالجيريا كاع رانا معاكم. صاي المهم جيبوا هنا فرحونا. هذا منتخب مش الامارات، البرازيل منا لاتين اي مخلطه. المهم تاكلين عليكم وتجيبوها يا ليفا يا لي روج. راكم تدخلوا بالحراره محرشين هكا
حقروا خاوتكم، نتوما جيبوا حق خاوتكم. الاول زيدوا لهم الزاويه تفشلوه. وفي المحللين اللي بتجيبوهم برنامج المجلس اي علاقه، ما لهمش اي علاقه لا بتحليل لا باخوه، لا يعرف يعني ايه عرب اصلا. وحده هنرجع للاصول ديالنا، هنقول لك المغرب اصلها امازيغي ومصر اصلهم فراعنه ومش عارف ايه اصله. يا حبيبي احنا بنقول العرب عشان نتوحد، بنقول العرب عشان نكون كلنا وحده مش عشان نقسمها. لا حول ولا قوه. ما عنديش والله ما عنديش اي كلام اقوله بصراحه، خلص الكلام. والنهائي هيبقى بين السعودية والمغرب اللي هم كانوا في مجموعة واحدة مع بعض. انا شايف النهائي سعودية ومغرب. طب مين اللي هيرفع كأس العرب؟ اللي هيرفع كأس العرب هو منتخب المغرب. منتخب المغرب اللي هيرفع كأس العرب. ده من وجهة نظري ودي توقعاتي. مستني ردك في الكومنتات وتوقع معايا.